بص انا معايا كده، بص الناحية التانية. لو بتتنقل كتير في شغلك وبتستخدم اكتر من جهاز وعايز سرعة نقل عالية ومساحات كبيرة وكل ده جوه جيبك، يبقى الفيديو ده عشانك يا معلم. شايفين البتاعة الصغيرة دي تعتبر من اسرع الفلاشات اللي ممكن تشوفوها. عايز اقولك سرعتها زيها زي الاس اس دي او اعلى حبتين كمان. عايز اقولك لو هننقل عليها ملف 1 جيجا هيقعد 4 ثواني بالكتير. بص كده، يعني حاجة صغيرة جدا قد عقلة الصباع، يعني بص عاملة ازاي، حاجة كده مفيش خالص. عايز اقول لك كمان نقدر نشغلها على الموبايل الاندرويد او اي سمارت فون عموما، تشتغل على الايفون كمان، كمبيوتر، لابتوب، كمان البلاي ستيشن 5 شغال عليه بدعم كامل. كمان فيها مخرجين زي ما انتم شايفين كده. بص يعني من الناحية دي كده لما بندوس بيطلع معانا التايب سي، مش عارف شايفينه ولا لا اهو. والناحية دي لما بندوس الناحية التانية بيطلع معانا التايب اي اليو اس بي العادي. ولما نيجي كده في النص بالزرار ونعملها كده اهو، بتبقى بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. كل ده في قطعة تقريبا اصغر من صباع، يعني بص يعني عقلتين بالظبط، ووزنها 8 جرام يعني ولا حاجة. عايز اقول لك الولاعة اتقل منها واكبر منها كمان. النهارده هنجرب اكسترنال اس اس دي اس سي 730 من شركة اي داتا بسرعة 600 ميجا في الثانية، ودي تعتبر واحدة من احدث وافضل وحدات التخزين في الشركة. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. الاكسترنال اللي معانا متوفر باحجام 500 جيجا و1 تيرا، وهنجرب النهارده النسخه ال1 تيرا. حجم الاكسترنال الخارجي صغير جدا قد عقله الصباع تقريبا. عايز اقول لكم دي اصغر اكسترنال اس اس دي او حتى فلاشه ممكن تشوفوها. خامات التصنيع من البلاستيك عالي الجوده، الوزن خفيف قوي بزياده يعني 8 جرام بس. عايز اقولك انت لو لابس خاتم ممكن يبقى اتقل منه كمان. الاكسترنال شغال بنظام اليو اس بي 3.2 جين 2، وده معدل النقل فيه بيوصل 10 جيجا في الثانية. بيشتغل بدون اي كابلات، هو فلاشة بيطلع منها سوكت التوصيل. من خلال الزرار الصغير ده بندوس عليه بيطلع من ناحية التايب سي والناحية التانية التايب اي، ولما بنقفلها بتختفي جواه خالص وبيفضل القطعة البلاستيك دي. الفلاشة كمان بتشتغل على اليو اس بي 2، يعني اي سوكت قديم شغال بدون مشاكل. سرعة الاكسترنال في القراية والكتابة حسب مواصفات الشركة بتوصل 600 ميجا في الثانية. معانا دعم للسمارت فونز، الموبايل الاندرويد والايفون 16 كل ده شغال زي الفل، وطبعا دعم على الكمبيوتر، الويندوز، الماك، اللينكس، كل ده شغال بالاضافة للبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس كمان. معانا ضمان من اي داتا لمدة 5 سنين، ودي فترة كبيرة بتعبر عن الجودة طبعا. سعر الاكسترنال بحجم الواحد تيرا اللي معانا $75، يعني حوالي 3800 جنيه مصري تقريبا، ومتوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. جربنا الاكسترنال اس اس دي على جهاز الاختبارات بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. عملنا تيست للسرعة من خلال برامج البنش مارك المختلفة، كمان عملنا كوبي لأكتر من ملف. النتائج كانت كويسة جدا، ووصلنا للمعدل المعلن عنه على الموقع الرسمي من 500 ل 600 ميجا في الثانية، كل ده مع ثبات واستقرار. الحرارة بدأت ب40 درجة ووصلت ل 65 أو 70 مع أعلى ضغط. انت حرفيا معاك سرعة اس اس دي في اي مكان. هنشتغل بمعدل سرعة نص جيجا تقريبا في الثانية، وكل ده في حاجة خفيفة جدا كده وجوه جبنة، وهتدعم اجهزة كتير قوي كمان. لو بتتحرك كتير وبتنقل داتا في اكتر من مكان، كل ده هتبقى محتاج له طبعا وحدة تخزين، سواء للالعاب الحديثة او للداتا بانواعها، عشان تشغلها على اكتر من جهاز بمنتهى السرعة. وقتها يبقى لازم تفكر في الاي داتا اس سي 730، لانها هتسد معاك جدا. ترشيح شهابي اكيد.